احنا كده وصلنا ان العدو كان واثق ان هو مقفل على المصريين كل الجهات. الجهه اللي هي بوهات النار وانتوا خلاص كنتوا بوظتوها لهم، والناحيه الثانيه اللي هي ال 35 النقط الحصينه، النقط الحصينه 55 نقطه حصينه من هنا لغايه بورسعيد. 35 و 55 35 نقطه، 35 من السويس لبورسعيد 35 نقطه حصينه. في كل مكان يتعمل فيه دشمه زي دي نقطه حصينه على حسب اهميه المكان. تمام. الاماكن اللي فيها قرب من الجيشين من بعض يحطوا ايه واحده قريبه، بعيد عن بعض عند يسيبوا مسافه بحيرات شويه 15 كيلو. اه وبعدين النقطه دي ما بين النقطه دي والنقطه الثانيه في فراغ بقى اهو بيتملي بايه؟ بالسطح الترابي، يتساوى بالتراب، السطح الترابي زيه بحيث يبقى ايه؟ السطح الترابي من السويس وبورسعيد موجود. النقطه الحصينه 35 نقطه مدفونه في وسط. مين بقى اللي هيعمل اي مدفعيه مهما قويت ما تقدرش تعمل حاجه في خط بارليف ده نهائي. كانوا واثقين. كانت صعبه جدا يعني. عملتوا ايه؟ ما يعملش حاجه غير ايه؟ ان تخش من باب من جوه وتفجري من جوه. فلازم توصل، عشان توصلي الناحيه الثانيه بقى قلنا لازم تشيل الالغام ديت، السلك الشائك، وبعدين تشيل الالغام، وبعدين تطلعي الستر الترابي ده عشان ايه؟ تخش تضرب الناس القوات اللي جوه. وعايزين نفتح فتحات هنا بقى ما جينا القوات تعدي هنا شالوا الستر الترابي بتاعهم ازاي؟ جت فكره ايه؟ المضخات اللي هي الايه؟ بتاعت الميه، يجيب ميه الكنال جنبه اهي وايه؟ يضرب على الستر الترابي هنا يوصل ينهال. ده بقى اللي هو بين النقط الحصينه صح؟ ايوه اللي بين النقط اللي بين النقط الحصينه عشان القوات تعدي والدبابات تعدي. وبعدين هنعمل بقى من هنا لهنا الدبابات تعدي ازاي؟ عايزه كوبري، كان بيتعمل منك كوبري بقى على القناه نفسها. الكوبري ده معمول زي قطع محطوطه كبيره اسمها براطيم، قطع كبيره كده وتتحط على عربيه نقل تيجي عند الكنال ودي ترمي الايه؟ القطعه دي. والعساكر بقى يرموا قطعه ثانيه، يروح يوصلوا بقى القطعه دي بقطعه دي، يربطوهم ببعض، يربطوا ده يربطوا بده لغايه ما يعملوا ايه؟ كوبري. شوفوا كل ده. مؤخرا لما السوشيال ميديا والنت والحاجات دي اتفتحت بقى يتقال اشاعات، انا متاكده انها اشاعات بس انا عايزه اسمع ردك عنها. بيتقال ان اصلا حرب اكتوبر دي كانت فيلم، وكده كده كانت اسرائيل كانت هي مسلمه كانت عايزه تسلم الحاجات دي، يعني الهزيمه دي كانت بمزاجهم. لا فيلم مين؟ من الاسر اللي خدناها من عندهم بس بكرامتهم الارض. يعني احنا بصراحه كان كلمه الله اكبر دي بتوقف شعر. كلمه الله اكبر والجنود كانت بتعدي كانت توقف شعر راسنا. وكانت سعادتنا بالدنيا كلها. وكان برضو احنا عايزين نخلص خلاص، خلقنا عايزين نخرج بقى كمان بندافع عن بلدنا. كدائت بقى انتظار بقى خلاص يعني زي ما يكون ايه يعني رساله كده ان مهما تضيق الظروف مصيرها تفرج. يعني بصي احنا يعني لا عارفين ناكل ولا عارفين نشرب او قالنا على نفسنا ان احنا ما ناكلش ولا نشرب ولا ننام ولا نسعد ولا نضحك الا لما نضحك الشعب المصري. ازاي ما الجيش عاله؟ لازم يصلح. فكان جيش 73 جيش اكتوبر بصراحه يعني بصراحه مش عارف اقول لك ايه. يعني انا شخصيا لحظات العبور دي والحاجات دي انا ربنا اللي دعاني. القدرات دي ما حدش يقدر يعملها، مش بطل يعملها.